لا ماركوزا ايه يا راجل اللي جاي مش من قد المقام. هو جوارديولا هيخلص مع السيتي السنه دي وهينزل يشد الرحاله على القاهره، واحنا هنقعد نفكر نجيب جوارديولا ولا يورجن كلوب ولا نرجع السير اليكس فيركسون من الاعتزال. ما كفايه هطل. اول خبر طلع علينا ايه الاهلي الاجتماع اللي عمله ده ما كانش في شنك، ما كانش فنكوش، امال ايه ده كان ده اتقال اسم ماركو روزا وياسين منصور قال لك حلف 300 يمين ما مدرب الا ماركو روزا الاهلي. ماركو روزا ماضي في بورنموث يا جماعه. هو اي حد مزنوق في كلمتين عايز يطلع ترند هيرمي خبر. يعني اهي الصوره جنبنا اهي منوره اهي من فابريزيو يعني مش محتاجه مجهود. ماركو روزا هو خليفه اندوني اراولا في بورنموث. بورنموث الفريق اللي حاليا مركز تاسع وهيلعب بطولات اوروبيه السنه الجايه، ولو شد حيله مش بعيد يلحق شامبيون في ظل عك اللي بيعمله سواء ليفربول او تشيلسي. بصوا يا جماعه اه و... بس خلينا قبل ما نبص ناخد بقى الخبر اللي بعده كمان. هيرفي رينارد خلاص اقل من السعوديه، فالاهلي من ساعه ما هيرفي رينارد اتقال هو عايز هيرفي رينارد زي ما كان عايز كيروش. لا مارك روز ولا هيرفي رينارد ولا كل الكلام اللي بيتقال ده خالص. ليه؟ ل 100 سبب منطقي هبداهم واحد واحد. اول حاجه تعالى في مارك روز. ماشي، مارك روز مش اول مره اسمه يتقال في الاهلي، والمره اللي فاتت لما اتقال في الاهلي طلع اعلامي عبيط على على احدى القنوات يعني عشان ما نبقاش حددناه قوي. قال لك ايه قال لك اصل مارك روز متحمس لان ده المشروع اللي هيثبت بيه نفسه للعالم في التدريب. مارك روز اللي درب لايبزيج ده واخد الدوري الالماني، ها صباح الفل ماشي، ولعب شامبيون ودرب بورسيا دورتموند ماشي، وساعتها فعليا هو ما جاش الاهلي وراح ضرب بورسيا دورتموند ماشي. ماشي جاي عايز يعمل ايه؟ عايز يثبت نفسه فين في ارض الكنانه في مصر في الدوري المصري اللي ما بيلعبش 3 جولات ورا بعض منتظمين في النادي الاهلي. يا اخي عيب بقى، عيب احنا بنعمل محتوى محافظ ماشي يراعي كلام الاسره المصريه، فمش هينفع اقول فيه الكلام اللي المفروض يتقال. بص فطبعا طبيعي ان ماركو روزا يروح بورنموث. طبيعي الراجل ده كان في وقت ما مرشح يدرب بايرن ميونخ يعني. فناقل الكلمه ماشي. لا انت هتقدر تدفع مرتب ماركو روزا ولا عندك المشروع اللي يغير ماركو روزا ولا حتى ماركو روزا مناسب ليك يعني. دي من ناحيتين. انت عايز طريقه لعب ماركو روزا ايه يا باشا؟ ماركو روزا هو ملك في المشاريع طويله المدى اللي هو بينجح بعد سنتين اللي هو. وتاني حاجه هو عبقري جدا في صناعه اللعيبه اللي الغير معروفه او المجهوله اللي هي تجيبها وتتطور مع المدرب في اول سنه وتاني سنه تنور فتتباع. عشان كده كان منطقي جدا يروح بورنموث اللي طلع سيمينيو، بورنموث اللي بيطلع سينسي دلوقتي ورايح برشلونه بنسبه كبيره، بورنموث اللي طلع سولانكي وراح توتنهام واتباع ب 70 مليون، بورنموث اللي طلع مدافع زبارين اللي مدافع باريس سان جيرمان دلوقتي اللي اتباع السنه اللي فاتت، اللي طلع كيكرز باك شمال ليفربول. فهو بيجيب لعيب مش معروف وحاوسن في ريال مدريد مدافع ريال مدريد الاساسي، لعيب غير معروف يطوره يطلعه. نجح في ده مع لايبزيج، راح بورسيا دورتموند طلب منه ينافس ما نجحش فيها، بورنموث اندوني اراولا قال لهم مش مجدد السنه دي، راح يجيبوا شخص يعمل لهم نفس الفكره. شخص مكتشف لاعبين يطورها تتباع. انت محتاج ده؟ انت مش محتاج ده مارك روزا، وعشان كده مش هتلاقي عنده القاب كتير. ايوه انت كنت عايز منه ايه اصلا؟ فهو لا كده جاي لك ولا هو ينفعك. دي الاولى. خد التاني تعال. الاهلي بيخلص في رينارد. انا نفسي اللي قال الخبر او اللي بيأيدوا الخبر يقولوا لي اسم نادي واحد دربه هيرفي رينارد. باشا هيرفي رينارد درب كوت اوف وزامبيا والمغرب ماشي، ورجع تاني درب كوت اوف
وبعدين درب السعوديه، وبعدين درب منتخب السيدات بتاع فرنسا ولعب بيهم الاولمبياد وكاس العالم، وبعدين رجع تاني درب السعوديه. دول اخر 7 مشاوير تدريبيه لهيرفي رينارد مدرب عبقري، بس منتخبات. هيرفي رينارد ترشحه يجي يدرب منتخب مصر، مدرب المنتخبات غير مدرب الانديه. فهيرفي رينارد اخر 7 مراحل ليه هو بيدرب منتخبات، يعني بقاله حوالي 13 او 15 سنه ما يعرفش حاجه عن الانديه. انت عايزه يعمل ايه وهو هيرضى ليه؟ هو كان هيروح غانا لولا ان السعوديه قعدت تقول له لا عايزينك، ففضل في السعوديه، فراحوا بقلشوه، راحت غانا جابت كروش. فمستحيل. انت فاضل لك الاسمين اللي الاهلي بيحاول فيهم وكنا اتكلمنا عليهم قبل كده. اول واحد هو برونو لاج، وده فعليا مناسب ليك، وشرحنا قبل كده وهتلاقوا الفيديو على القناه ليه هو الاولى وهو الاهم وهو الافضل، وكان جاي قبل كده بس طلب حوالي 4 مليون يورو والاهلي كان اخره يدفع 2.5 مليون يورو. فده برونو لاج. ليه؟ مدرب درب بنفيكا، مدرب مدرسه برتغالي انضباطي بينجح قوي مع الاهلي، مدرب عنده فكر، مدرب عنده كاركتر، مدرب قصه حياته كلها لها انديه، بقاله سنه ونص ما بيدربش او سنتين، فمحتاج يرجع للواجهه تاني، فده منطقي جدا. اقصى حاجه في اوروبا دربها كانت وولفرهامبتون، وراح شويه درب بوتافوجو في البرازيل. فانت بتتكلم في حاجه برضو ايه، مدرب فيه بوتنشال عالي، بس برضو منطقي، مش درب لايبزيج وبريسا دورتموند وهيدرب بريمير ليج فريق عادي بيوصل يبقى سابع ثامن، لما وولفرهامبتون ده فريق بسرعه هبوط. فيها شويه عقل، ربنا يرحمنا ويرحمه. والتاني ان احنا نرجع فايلر. دي الحتتين اللي احنا بنروح ونيجي فيهم، براهم هنلبس خوازيق. انما هتيجي بقى تقول لي اصل مارك روزا، اصل بتاع، اصل انا حلمت بيه بالليل جاي لي لابس التيشيرت الاحمر. يعني نرحم نفسنا ونرحم بعض، عشان هي اصلا ماشيه بدور ضغط مع الفرقه دي، فبالراحه.